سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا لاباس وتكونوا في احسن الاحوال. طمنوني عليكم، ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا في صحه جيده، كامل تكونوا متهنين وفرحانين يا ربي. شكرا بزاف على التعليقات اللي فاتوا، شكرا بزاف على الدعم تاعكم، شكرا لاي وحده بارطاجتني في الجروبات، اي وحده هضرت عليا. المهم شكرا بزاف على الدعم، قد ما نشكركم ما نوفيش. انا حبيباتي طليت عليكم بالفيديو تاع نهار اليوم. جبت لكم حلوى لي باركيت هذه، شوفوا بزاف بنان. اول حاجه بزاف بنان، اقتصاديين، ما فيهمش حوايج بزاف خلاص، ما فيهمش الديكور بزاف، يعني حاجه تاع عيد. تصلح مع القهوه، مع الجي، مع قهوه حليب. المهم خيرت لكم الحاجه اللي تحبوها نتوما. وهذه الوصفه للناس اللي دير فيا الثقه ودير الثقه في الوصفات تاعي. بحشو ثاني اقتصادي، تقدروا تقولوا اقتصادي وبزاف بنين بنين روعه البنات. ان شاء الله يا ربي تتبعوا لا فيديو من الاول للاخر، هكذا تشوفوا الوصفه وتجربوها وتنجحوا فيها. وهنا حبيبتي بالنسبة للمقادير واش عندي هنايا 125 غرام تاع المارغرين معها قرصة تاع الملح، عندي 2 مغارف سكر طب، عندي مغرفة كبيرة كاكاو بني، وحبة بيض كاملة، عندي هنايا مغرفة صغيرة تاع لافاني، واكيد الفرينة باش نلمو العجينة. وهنا نبداو في طريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، هنا راني كنت نعطيلكم في عطر شوكولا، نسيت ما سميتلكمش في المقادير. نحطو هنايا 125 غرام، نحطو معاها تاع المارغرين، نحطو معاها القرصة تاع الملح ضرورية، نحطو الحبة تاع البيض كاملة، 2 مغارف تاع السكر رطب، نحطو حوالي مغرفة صغيرة تاع عطر شوكولا، راهو يتباع بلا دوز، يعني تقدروا تشريوه كيما تحبوا. نحط تاني مغرفة صغيرة تاع لافاني، انا ديما نستعمل لافاني تاع الميزان، يعني مليحة وتجيبي كمية كبيرة. واكيد الفارينة، ونسيت ما سميتلكمش المغرفة تاع الكاكاو البني، هذه هي المغرفة تاع الكاكاو البني. كيما هكذا نحطو كلش مع بعضه، نبدا نخلط هكذا، ندخل كامل هذوك المقادير في بعضها، يعني حتى نتحصل على خليط كامل يعني متجانس، كامل هذوك المقادير يدخلوا في بعضهم هكذا باش نبدا نضيف في الفرينة تاعي. هنا العجينة كيما شفتوا ما فيهاش مقادير بزاف خلاص، يعني ما فيها نشا، ما فيها خميرة، ما فيها حتى حاجة. هكذا نبقى ندخل كامل هذوك المقادير هكذا في بعضهم. وهنا بعد ما دخلت كامل هذوك المقادير في بعضهم، دوك نجي نلم بالفرينة. هنا كيما ما نقول لكم الفرينة ثاني ما نقدرش نمد لكم هكذا عبر كل وحده ونوعية الفرينة تاعها. مهم ابقاو تضيفوا في الفرينة غير بشوية بشوية حتى تتحصلوا على عجينة متماسكة وطرية، يعني تقدروا تشكلوها عادي، مهم ما تلصقش في اليدين وماهيش ناشفة بزاف تجيكم مشققة. هكذا نبقى نضيف في الفرينة ونجمع في الخليطة تاعي حتى نتحصل على عجينة متماسكة. هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها طريه متماسكه ما تلصقش في اليدين. هنا نجيبو هذو الليمون اللي راح نخدم فيهم انا، لي باركات تاوعي راهم متواجدين بقوه في المحلات اللي يبيعوا لوازم الحلويات، والسعر تاعهم بزاف يعني رخيص ماهوش غالي بزاف. نظن 1000 فرنك الوحده. هكذا ونحط كل وحده عندها الطريقه تاعها كيفاش تعمرهم، هكذا ونعدل غير بصباعي على كامل هذاك المول. بهذه الطريقة أنا خيرت هذو الليمون، تجي فيهم هذه الوصفات تجي فيهم تهبل أحسن من كاينين شحال من شكل. المهم أنا خيرت هذا الشكل عجبني. هكذا نبقى نعدل فيه بيدي كيما هكذا. هنا كيما شفتوني خبرتهم بشوية تاع فرينة هكذا باش نضمن ما يلزقوش معايا. مهم نكملهم كامل هكذا بنفس الطريقة. وهنا بعد ما كملتهم كامل بنفس الطريقة نجي نثقبهم هكذا بفرشيطة كيما راكم تشوفوا ونحطهم نطيبهم. هنا بعد ما طيبتهم على درجة حرارة 180، شوفوا شعلوا ليهم من التحت يديو غير هذاك اللون، ومن بعد زيدوا شعلوا ليهم من الفوق. هنا بالنسبة للحشو واش عندي هنايا شوكولا للطلاء، انا استعملت نوعية اوبتيلا، استعملوا اي نوعية عندكم. عندي هنايا الكاوكاو مدشش مش مرحي خلاص، شوفوا انا رحيته صيرت هذاك الرطب حطيته، يعني نحتاجه هكذا في الوصفات. وهذا لخشين خلاص اللي حكمت من فوق ما تخلطوش معاه رطب هكذا باش يجيكم الحشو فيه هذوك الحبيبات كي تعودوا تاكلوا فيه يعود يطرطق، فهمتوا؟ هكذا. وشوكولا للطلاء حطوها تذوب على حمام مائي باش تجيكم طريه. وتعرفوا كي تعودوا تضيفوا في الكاوكاو تاعكم ما ديروش نسبه كبيره من الكاوكاو، يعني هنا يعينكم ميزانكم.
كل وحده كيفاش تحب الحشو. هنا كيما شفتوني انا حطيتها على حمام مائي. عندي هنايا هذه الطوفيه كراميل خاصه ثاني بالحشو، شوفوا كيفاش تجي مدايره ما تجيش كيما الاخرى. وعندي هنايا حبات من الكاوكاو، يعني كي قليت نحيت حبات هكذا باش نديرهم من الفوق هكذا نحشي بهذه الطريقه. هنا هذا الحشو راهو يتباع ثاني في المحلات بصح غالي بزاف، يتباع بالميزان، اخدموه هكذا خير في الدار. استعملوا اي نوعيه تاع شوكولا اللي طالع، تحبوا حتى النوعيه رخيصه خلاص عادي. شوفوا هنايا نحط هذه الكراميل هذه توفي هكذا نحطها من الفوق، شوفوا كيفاش تجي متماسكه. نورمالمون انا هنا ندير هكذا بواسطه بوش ولا، بس انا كان ما عنديش، كان عندي واحد برك درت به هذاك الزيكزاك من الفوق. مهم درت مغرفة عادي. نجيبو هنايا هذو الحبات هذو هكذا تاع الكاوكاو. هنا البنات تقدروا ديروا اي نوع من المكسرات، انا في البداية قلت لكم وصفة في متناول الجميع. هنا من بعد تاع المكسرات حبوا ديروا جوز ولا لوز هذاك يرجع لكم. شوفوا هنايا بعد ما عمرت كامل هذوك الحلوى تاعي الكاطو تاعي، بعد ما عمرته كامل بهذه الطريقه درت له ثاني الكاوكاو هكذا من الفوق. دوكا ذوبت شوكولا تاعي على حمام مائي، انا استعملت هنايا فيجي كاو، وزدت لها شويه تاع الزيت هكذا باش تجيني هذيك الطبقه الفوقانيه تجيني رقيقه ما تجينيش خشينه. نديروا لها حوالي 2 مغارف هكذا كبار تاع الزيت، ونقلاسيها بهذه الطريقه ونحطها تكتر هكذا. وهنا ضروري كي تعودوا تقلاسيو فيها هكذا بهذه الطريقه، يعني ديروا لها في الشوكولا اخبطوها هكذا باش تهبط كامل هذيك الشوكولا على الحراف هكذا بهذه الطريقه. حاجه سهله بسيطه، اهم حاجه بنينه بنينه بزاف. يجيو هذوك حبيبات تاع الكاوكاو يجيو يطرطقوه مع الشوكولا اللي طالع، وزيدوا يجيو هذو الفوق، يعني وصفه هايله تاع قهوه تاع حليب. روعه روعه، يعني ننصحكم بها. شوفوا هنايا بعد ما كانت نشفت معايا، نجيب هنايا نفس الشوكولا تاعي اللي كانت عندي نحطها في بوش كيما هكذا، وندير بها هذاك الزيكزاك من الفوق. هنايا تزيين بسيط خفيف ظريف هكذا تصلح معنا، نحطوها مع القهوه مع الحليب. سيرتو حنايا المجتمع الجزائري هنايا تقريبا يحبوا هذيك هكذا كاطو تاع ما يحبش ينقي بزاف، شغل يحبوا ياكلوه صاي مع القهوه مع كلش. هنا دوك ندير لها تزيين خفيف ونولي لكم في صحن التقديم. وهنا حبيبتي بعد ما كملت الحبات تاوعي تاع الكاطو زينتهم بهذه الطريقه، درت لهم تزيين خفيف ظريف، درت لهم الورقه الذهبيه كما راكم تشوفوا وهذوك الخطوط فقط، يعني اكتفيت بهذا التزيين. قلت لكم حاجه خفيفه ظريفه اقتصاديه بحشوه بنينه ماهيش مكلفه بزاف، يعني بباطه تاع طوفيه كراميل وباطه تاع اوبتيلا يعني شوكولا اللي طالع راح ادير لكم كميه كبيره. 125 غرام عفوا، راهي حطت لي ثاني كميه كبيره يعني 250 غرام، راح تحط لكم كميه كبيره بزاف. ننصحكم انكم تجربوها وان شاء الله يا ربي تجيو تنوروني في التعليقات وتقولوا لي سجيده جربناها كيما مالفين وراهي جاتنا بنينه بزاف. انا نقسم معكم حبه، شوفوا الحشو تاعها كيفاش يجي من الداخل، يعني روعه. هذوك حبات تاع الكاوكاو يجيو يطرطقوا. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا اليوم، ان شاء الله يا ربي كنت خفيفة ظريفة عليكم. ان شاء الله الكاتو تاع اليوم كان عجبكم والوصفة تاع اليوم كانت عجبتكم. خلوا لي عليها رايكم في التعليقات، نحتاج تعليقاتكم، نحتاج منكم لي جيم ونحتاج منكم بارطاج، هذا فضلا وليس امرا. المهم حبيباتي مازال كاين ان شاء الله جديد، ان شاء الله ربي يقدرني ونحط لكم اي حاجة جديدة. ومع السلامة حبيباتي، انتظروني في الفيديوهات اللي جاية، ومع السلامة.